بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل فيديو جوله داخل المزرعه عشان الناس تعرف برضو شكل المزارع السمكيه عامله ازاي. يلا. انت لما بتدخل تأجر مزرعه سمك بتأجرها على بعضها. ليه على بعضها؟ لان مفيش حاجه اسمها اجر فدان او اتنين او تلاته. ليه؟ بص كده حواليا، تعالى. اول حاجه في بيت للمهندس وللعماله. في بيت بيبقى موجود على المزرعه، وزي ما انتم شايفين الارض. بس انا برضو عاوز اوريكم ملحقات المزرعه اللي انت بتستلمها مع المزرعه المتأجره. طبعا زي ما قلنا البيت، زي ما حضراتكم شايفين، بيت مناسب للعماله والمهندس الموجود في المزرعه. وساعات بيكون عليها مخزن علف وكاره عجول. مخزن علف وكاره عجول زي ما حضراتكم شايفين. بتكون مشروع جانبي مع مشروع الاستزراع السمكي. يعني مثلا لو انت عاوز تعمل دخل اضافي في المزرعه بتاعتك بتعمل حاجه زي كده اللي هي كاره عجول، وبتبدا تربي فيها زي ما انتم شايفين. برضه صور الكاره هنا زي ما حضراتكم شايفين كده. ده بالنسبه لملحقات المزرعه. طبعا لازم يكون في آلة عشان العلف، موتوسيكل مثلا او تروسيكل. وكمان زي ما انتم شايفين كده الاوضه الصغيره ديت، دي كده آلة الري بتاعتنا. دي المكنه اللي بتروي الارض. زي ما حضراتكم شايفين كده، دي المكنه اللي بتروي الارض بالكامل. دي برضو لما بتيجي تستلم مزرعه او تأجر مزرعه بتستلمها بالمكنه دي. بيجي الميكانيكي يفصل فيها، يقول لك مثلا هي فيها 1 2 3، ولما تيجي تستلمها في اخر السنه بتستلمها برضو فيها 1 2 3، سواء اعطال او محتاجه صيانه. تعال. ماشي، زي ما قلنا كده بيبقى الارض عليها مكنه ري للمزرعه بالكامل، عليها بيت للعماله والمهندس، ومثلا بعض الاراضي بيبقى عليها كاره عجول، او انت بتبني كاره عجول لو انت عاوز، ومخزن للعلف. ده بشكل اساسي. الناس اللي كانت بتسال برضه المزارع دي بتتروي ازاي او بتكلف ميه، بتدفع فلوس في ميه ولا لا؟ المزارع زي ما انتم شايفين كده، البطس ده او الترعه او ايا كان، ده فرع، ده ميه نيل مخلوطه بميه ايه؟ ميه صرف زراعي. معظم مزارع السمك بتتروي باماكن زي كده. برضه الارض بيبقى عليها شبكه ري. هوريها لكم دلوقتي، تعالى. زي الماسوره دي كده اللي بتروي الحضان ده. زي ما حضراتكم شايفين كده دي مواسير الري أهي على على الارض. هتلاقي ايه؟ في ماسوره ري يمين وشمال. برضه عشان نقول طب فدان او اتنين ازاي؟ يعني مثلا حوض زي اللي حضراتكم شايفينه ده 5 فدان، واحنا ماشيين كده كل الاحواض اللي بتقابلنا 4 فدان وثلاثه فدان واثنين فدان. في الاستزراع السمكي كلمه فدان ديت قليله قوي. وكمان مين اللي هيأجر لك فدان؟ يعني مثلا خليني مثلا عندي حته ارض 20 فدان ولا 30 فدان، عشان اجر دلوقتي لكل واحد فدان واثنين، مين اللي هياخد ملحقات الارض؟ يعني مين اللي هياخد البيت؟ مين اللي هياخد مكنه الري؟ مين اللي هياخد القاره؟ لكن لا، لما بنأجر ارض بنأجرها على بعضها في حته 20 30 40 50 على حسب الوضع. زي ما انتم شايفين كده بقى، دي مواسير الري. تعالى. لا، دي ماسوره اهي، دي ماسوره ري. وبرده في ماسوره اهي، ماسوره ري ثانيه اهي. ببساطه المكنه بتشتغل على اول الارض، بيجي العامل على حسب الحوض اللي بنغير له ميه بيبدا يفتح المواسير او يقفلها. بس ببساطه الموضوع بسيط جدا. ده بالنسبه لمساله الري. زي ما انتم شايفين كده على الجنبين المزارع. طبعا احنا دلوقتي في الشتاء فالمزرعه مش شغاله، يعني المزرعه السمك اللي موجود فيها مشتي. لما بندخل في الصيف بنبدا نحش البوظه كله تبقى الارض نظيفه. تصرف ازاي؟ عشان كده حد بيقول لي طب والصرف بيكلف طاقه ولا لا؟ لا، الصرف ما بيكلفش طاقه. تعالى اقول لكم ازاي.
ودي مواسير الصرف. طب احنا بنصرف ازاي؟ الماسوره دي كده على شكل حرف ال. ازاي؟ الماسوره جايه كده بطول الحوض ونازله في الارضيه زي ما انتم شايفين كده لحد ما توصل للمصرف ده. المصرف ده عمقه اعمق من منسوب الحوض، يعني بتلاقيه مثلا متر تحت اكتر. فبالتالي اول ما بيجي العامل عايزين نصرف من الحوض ده او نغير ميه، بيجي العامل نازل مميل الماسوره دي ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، تبدا هي تصرف الميه اللي احنا عاوزينها لحد المنسوب اللي هو بينزله، وبعد كده بتقف طبعا. لما بنيجي ننشف الحوض بننزلها لحد الاخر، فبتسحب الحوض كله لحد المسطح، ما يبقاش غير الخبو هو اللي فيه ميه. ايه هو الخبو؟ الخبو ده مجرى بطول الحوض وبعرض 3 متر وبعمق متر، ده السمك كله بيتجمع فيها وقت الصياده. تعالى كده. طبعا الماسوره ما بتكونش مفتوحه بالشكل ده، زي ما احنا قلنا احنا دلوقتي حاليا واقفين في الشغل عشان ما فيش ايه، ما فيش عمليه تغيير ميه ولا عمليه تغذيه. لكن في الطبيعي بيبقى عليها شبكه زي دي كده، فورمه حديد، وبتبقى راكبه على الماسوره بحيث ان هي لما ينزل ما تسحبش سمك وما تسحبش اي حاجه. ده بشكل عام ايه الصرف والري. بيبقى فيه مجرى زي ما احنا شايفين كده، مجرى الصرف دي وريني ارجع كام صفحه الدول. دي بتبقى بطول المزرعه وعلى الجنبين على حسب شكل مزرعتك بتعمل المجرى دي. المجرى دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان انت لما تيجي تصرف من ارضك ايه، ما تكلفش في ما تكلفش في اله ولا في سولار ولا في اي حاجه. انت مجرد بس ما بتنزل الماسوره بتبدا الارض تصرف لوحدها. تعالى برضو على الحوض الاخير. زي ما انتم شايفين الصرف زي ما احنا قلنا بتاع الاحواض ماشي 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 كده. هوريكم برضو احنا بنصرف فين. الاراضي دي يا جماعه كلها حوالين بحيره قارون، فاغلب الصرف بيكون في بحيره قارون. هوريها لكم دلوقتي. زي ما انتم شايفين ده برضو حوض 4 فدان. تعالى كده. فمشاريع الاستزراع السمكي بيكون مساحات الاحواض، وخاصه في الاستزراع الشبه مكثف بتكون مساحات الاحواض كبيره. ليه؟ لان احنا بنزرع بوري وطبار مع البلطي، فعشان نقدر نزرع البوري والطبار لازم تكون المساحه مفتوحه جدا، لان احنا بننزل بس 1000 بوري و2000 طبار او 3000 طبار في الفدان، وبيحتاج يكون مساحات الحوض كبيره مثلا 4 فدان وهكذا، لان سمكه البوري والطبار سمك حر. السمك الحر بيحتاج مساحات كبيره يجري فيها عشان تقدر تزرعه. تعالى. الفيديو ده احنا ما بنقولش فيه معلومات قد ما احنا بنظهر بس للناس شكل المزارع بيكون عامل ازاي، عشان اللي بيفكر ياخد مزرعه يبقى فاهم هو داخل على ايه. طبعا الغاب ده كله بيتكمل لما نيجي نبدا الموسم ده في شهر 3. طبعا الموتور ده بيشتغل بالكهرباء زي ما انتم شايفين، ده موتور كهرباء، ممكن تقرب منه برضه عشان الناس تشوفه. الموتور الكهرباء يا جماعه بيشتغل بالكهرباء، فده بيكلفنا على حسب المكان. لو انت الارض بتاعتك فيها كهرباء بتشتغل بالمواتير دي. طب لو انت ما عندكش كهرباء تشتغل بايه؟ بمكن ايه اللي بيشتغل بالسولار. ده لو انت المكان بتاعك ما فيهوش كهرباء. تمام. هي تقريبا نفس التكلفه، يمكن الكهرباء بتوفر شويه لكن مش كتير قوي بالنسبه لتكاليف المشروع يعني. فده نوع مكن مختلف. المكن ده احنا بنستخدمه في ايه؟ المكن اللي بتتحرك وبعجل دي بنستخدمها لما بنيجي ننشف حوض. طبعا زي ما احنا ورينا ماسوره الصرف هناك، ماسوره الصرف هناك بتجيب مسطح الحوض لكن ما بتجيبش الخابو او ما تجيبش الارض بالكامل. فعشان كده بنبدا نستعين بمكنه زي كده وقت الصياده او وقت الحصاد عشان نبدا ننشف الحوض بالكامل، ويبدا المياه تنزل تشتغل وتبدا تشتغل في الحوض. فلازم يبقى المكنه بتاعتك برده في مكنه من ضمن المكن بعجل زي ما انتم شايفين كده عشان تقدر تتحرك على الارض وتقدر ايه تمشي في حته معينه، تعمل حته معينه. مثلا حوض زي ده احنا لسه بننشئه دلوقتي، برضه ده حوض شغال يعني، ده الحوض ده شغال 4 فدان، ده برضه 4 فدان بس لسه بيتم انشائه، لسه الكراكه هتيجي تظبط الارضيه بتاعته وتبدا تظبط الخابو. زي ما انتم شايفين كده هو لسه حته ارض، لسه برضه ايه في شويه شغل، ممكن الكراكه تيجي تشتغل لها مثلا يومين 3 ولا حاجه ايه تظبطه. بس هو كجسور تم انشائها، لكن فاضل بس ان الكراكه ايه تيجي تظبط الارضيه بتاعته وتظبط الخبو وتسويه، بس مش اكتر ولا اقل. المكنه احنا حاطينها على راس الارض هتبدا تنشف الميه ديت عشان لما الكراكه تنزل ما تغرقش وما ايه ما يتعبش في الشغل. وهيجي بعد كده سواء الكراكه هيظبط الارض دي في خلال يوم او اتنين باذن الله. لكن كحوض كهيكل لا، هو كحوض تم انشاؤه، لكن باذن الله فاضل له شويه ايه شويه تشطيبات كده. فزي ما انتم شايفين ادي حوض فاضي وادي حوض مليان، ده 4 فدان وده 4 فدان. لما بتيجي تبدا في مشروع زي كده لازم بتاخد الارض على بعضها. زي ما انتم شايفين الارض شكلها عامل ازاي، ارض كبيره. بنتكلم مثلا لو خلينا نتكلم على اقل مساحه، لما بنتكلم مثلا في مساحه 20 فدان. 20 فدان النهارده عشان تزرعهم الفدان زي ما احنا قلنا بيكلف 375,000. يعني لو انت بتتكلم بس عشان تزرع ارض زي كده هتدخل في ال 7 مليون جنيه مصاريف.
فالمستثمر المبتدئ او اللي مثلا معاه مليون او اتنين مش هيقدر يبدا في ارض زي كده، بس يقدر يبدا بايه؟ يقدر يبدا بحوض. حوض بسيط زي ده 4 فدان يكلف النهارده حوالي مليون ونص من اول يوم لحد اخر يوم، من اول ايجاره لحد التسويق. حوض زي ده ينفع يبدا بيه. او حوض زي تحت، او حوض زي ده حوض مثلا 5 فدان. لكن هو ما يقدرش يبدا بالارض على بعضها. عشان كده دايما بقول الاستثمار التشاركي، ان كذا حد ياخدوا مثلا يدخلوا على ارض زي كده وياخدوها مع بعض 3 4 ويكون الاداره واحده، يتفقوا على الاداره واحده. ده بيخلي المشروع اسهل وبيخلي اي حد يقدر يبدا، وخاصه اللي اول مره يدخل في المشروع فعاوز يجرب مثلا بحوض زي كده 4 فدان، او اللي معهوش راس مال يكفي ان هو يدخل بمزرعه بالكامل زي كده. لكن اللي عنده القدره انه يدخل، لا، اشجعه طبعا انه يدخل، عشان يكون كل حاجه تحت ايده، يكون الاداره واحده، ويكون هو المتحكم في الارض بشكل كامل. تعالوا برضه اوريكم الارض بتصرف فين. طبعا دي المجرى دي بتكمل كده، طبعا دي واخده الارض من هناك وبتكمل لحد بحيره قارون. دي كده بحيره قارون اهي. هات كده الكادر، تعالى اوريك كده. الاراضي دي كلها حوالين بحيره قارون، الاراضي اللي احنا فيها حاليا. زي ما انتم شايفين دي البحيره محزمه الاراضي زي ما انتم شايفين كده من الاول للاخر. اراضي كتير على الاف الافدنه هنا مزروعه سمك، لكن البحيره هي اللي بتحوط المكان ده كله. دي بحيره قارون. طبعا عشان الناس اللي بتسال، بحيره قارون ما بتصلحش للزراعه او ما ينفعش استخدامها في الري، لان الملوحه فيها 40,000 جزء في المليون. فطبعا لا تصلح بشكل نهائي لانها تكون مزارع سمكيه او ان احنا نروي منها. لكن احنا بنصرف فيها ميه الحوض او ميه الارض. الصراحه يا جماعه انا مش هكدب عليكم، الجو هنا جميل جدا. يعني بجد جو مزارع السمك اللي هو بيبقى كله ميه، وخاصه الارض مثلا اللي حوالين البحيره كانت لما تيجي هنا تقعد لك شويه كده ساعه ولا ساعتين. فطبعا احنا في الشتاء دلوقتي لما تيجي تقعد كده في عز الايه، في الشمس الحلوه دي كده قدام البحيره كده، بصراحه المنظر جميل. يمكن الفيديو ما ينصفش الموضوع ده، لكن بجد المكان هنا جميل جدا. زي ما انتم شايفين دي البحيره، ده الحوض اهو. طبعا الفيديو ده ما فيهوش معلومات كتير زي ما احنا قلنا. هو بس انا عاوز الناس تتصور شكل المزارع عامل ازاي، شكل المشروع عامل ازاي. طبعا باذن الله لما ندخل في الموسم ونبقى شغالين كده والعماله بتعلف وفي صرف وراي والدنيا شغاله، هصور لكم شويه فيديوهات جميله. ولما نيجي ناخد عينه والكلام ده كله هيبقى في فيديوهات عن كل حاجه بتتم في المشروع. طبعا لما المزرعه بتكون شغاله افضل بكثير من وقت الشتاء. ده مشروع صغير، يعني اللي احنا بنتكلم فيه ده واللي احنا مرينا عليه ده ارض صغيره. انا ساعات بستخدمها اصلا مش للزراعه، بستخدمها للتحضير. لكن لا، لما نيجي باذن الله لما نروح بكره المزرعه الثانيه، او لما نصور بكره في المزرعه الثانيه، هتشوفوا حجم المشروع عامل ازاي. لا، ممكن تكون الارض 100 فدان و200 فدان 50 فدان 70 فدان، اراضي كبيره واستثمار كبير. فصعب ان حد يقدر يبدا فيها لوحده لو هو لسه بادئ في المشروع. لكن طبعا في مستثمرين وفي شركات بتدخل تاخد اراضي زي كده مفيش مشاكل. لكن بتكلم على صغار المستثمرين اللي هو عايز يبدا مثلا بمليون 2 مليون 3 مليون الكلام ده. برضو الرقم ده مش رقم قليل، لكن في الاستثمار في المجالات اللي زي كده لا، ده رقم قليل. فبشكل عام ده شكل المزارع، عشان برضو اللي عايز يبقى عنده تصور لشكل المزارع عامل وده شكل رقم واحد. عشان برضو الناس اللي بتتابعنا من السعوديه ومن الامارات ومن الدول الثانيه، ده طبعا مش النموذج اللي بتشتغل بيه عندك. ده النظام شبه المكثف. انت عندك بتشتغل بالنظام المكثف، يا اما المكثف المفتوح يا اما الريس سيستم او الباي فلوك على حسب المكان عندك. فبالتالي كل مكان ليه النظام اللي بيشتغل فيه. في مصر ده الاكثر ربحيه وده المنتج المربح. الانظمه الثانيه في مصر منتجه لكن الربح اقل شويه لو في نسبه مخاطره عاليه. طبعا في الدول الثانيه لا، في السعوديه وفي الامارات وفي الكويت وفي المشاريع اللي احنا بنمسكها في البحرين والكلام ده كله، هتشوفوا فيديوهات برضو باذن الله الفتره الجايه هيبقى فيه محتوى بشكل كبير. هتشوفوا لا، شكل المزارع مختلف تماما، نظام الاداره مختلف تماما، ايه الصح ايه الغلط. لا في صح 100% ولا في غلط 100%. في ايه النظام المنتج المربح بالنسبه لاقتصاد بلدي، بالنسبه لاقتصاديات المشروع، بس مش اكتر ولا اقل. طبعا هننهي الفيديو ده باذن الله، وفي فيديوهات جديده باذن الله تنزل الفتره الجايه. لو حد عنده اي استفسار يكتب لنا في التعليقات. حد عايز يستفسر عن عمليه معينه فنيه نتكلم عنها، او عن شكل نظام معين في الشغل، ممكن برضه يكتب لنا، وباذن الله هنبدا نعمل محتوى عن الموضوع ده.